بما أنه شهر رمضان قرب، اليوم جبت لكم معسلات جزائرية تقليدية على بالي كامل تحبوها. جبتها لكم بتفاصيلها ومنبلة ما شاء الله. السامسة، أول حاجة نحتاج إلى 5 كيلات. أنا كيلت بهذا الكاس تاعي 5 كيلات وكيلة سمن أو إيدام، يعني زبدة وسمن. لهنايا خذيت نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. الفانيلا خلطتهم مع بعضهم بهذا الشكل. من ثم ضفت الإيدام لهنا كي نضيفوه لازم نخلطو ونحكو مليح باش يدخل ثانيك ما يكلكعناش، او من بعد كي نضيفو ماء الزهر كما راكم تشوفوا. راني نحك بيديا بهذه الطريقة باش يدخل السمن لداخل. وكما قلت لكم تقدروا تضيفوا الزبدة والسمن، ولا الزبدة وحدها ولا سمن وحده. انا حبيت نخليها تقليدية بالرغم انه ضفت خميرة الكيميائية. لهنايا راح نضيف ملعقة خل ابيض بدون ذوق، وضفت نصف حبة بيض للكاس تاع لاتاي هذاك. يعني كي ديروا كاس اتاي ديروا نصف حبة بيض. رشة تاع الملح ضفتها مع البيض باش نتخلصوا من رائحة البيض، بالرغم انه ما راح تكون فيه رائحة لكن معليش هكا خير. لهنا راح نخلط مليح. من بعد واش راح ندي ماء الزهر نكون دفيته، خاصة في فصل الشتاء. فصل الشتاء راح يديرنا يتكلكعنا، لذلك من الأحسن نضيفوا ماء الزهر سخن، مشي يغلي ومشي دافي، يعني اللي تقدر تحمله لكنه مشي دافي. بهذا الشكل لمدوا العجينة ونخلوها ترتاح. أنا خليتها ارتاحت يوم كامل في الثلاجة. ما ننصحكمش يعني تخلوها لهذه الدرجة، لكن يعني لظرف صحي خليتها. هنا شوفوا العجينة تكون طرية، ما تكونش طرية بزاف لكن تكون طرية كيما هذا الشكل. بهذا الشكل كما قلت لكم دخلتها للثلاجة وخليتها ترتاح. هي كل ما ارتاحت كل ما بدت نتيجة مليحة. هاي ليك شوفوا، هذه هي راح نخلوها في الثلاجة. نروحوا للحشو. الحشو انا درت كاوكاو فول السوداني، ضفت 3 كيلات كاوكاو ونص كيلة سكر وملعقة ونص ملعقة سمن. انا لهنايا كان عندي 500 غرام كاوكاو، ضفت له نصف ملعقة سمن. واذا درتو كيلو ضيفوا ملعقة كاملة سمن. لهنا راح نضيفوا عفوا ماء الزهر. السامسة كيما البقلاوة، يعني نفس الحشو تاع البقلاوة، يكون ما يكونش شاد روحه، ما يكونش عجين. ها شوفوا كيفاش يكون. لهنايا خذيت العجين اللي كانت جمدت وما خليتهاش عاودت خذات يعني الحرارة تاع الغرفة، وبديت نخدم فيها مباشرة. وهذه الغلطة اللي درتها. من الأحسن تخلوها ترتاح. شوفوا من بعد كي طلقت روحها ودات حرارة الغرفة، بديت عادي نفتح فيها ونطووها ونعملوها كيما لاباط فايتي بهذا الشكل. ونقعدوا نفتحوا فيها. شوفوا النتيجة اللي وصلت ليها. هذه كلها راح تساعد في الفيتاج تاع الصامصة تاعنا. اما التنبال فاسترتاحوا في القلي. لهنا راح نوريكم الفيتاج تاع الصامصة كيفاش خرج. من بعد راح نبدا نفتحها باش نبدا نخدم. خلاص نبدا نفتحها في الماشينه تاع البقلاوه. كيفاش نفتحوها؟
أنا أول حاجة نديرها صغيرة باسكو نحب الصامصة تاعي تكون صغيرة هكا. نفتحها في الأول كامل، من بعد في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس وخلاص. أنا عندي حتى ل6. شتو العجينة كيفاش كانت مع الأولى، دوكا يعني كي خلاص ولات بحارة الغرفة، خلاص ولات هايلة. هايليك ناخدو الجرارة هذه ونفتحو بها، يعني يدي راه تبان أكثر منه. الجرارة ثاني تلعب دور، كاين وين تكون ما تكونش مليحة كيما اللي راني نستعمل فيها ماشي ما عجبتنيش، ولهنا نبداو نشكلو فيها، نديرو طوية 2 3 طويات ونقطعو ونحطوهم يرتاحو. نديرو كمية على حسب الكمية اللي راكي تخدمي فيها. من بعد نبداو نحشيوها. لهنا انا راني درت 10، من بعد بديت نحشي بالوحدة. كما قلت لكم انا نحبهم يكونوا صغار بهذا الشكل، حتى ديروا دي بوكس في رمضان ولا يجي شاب هكا صغيرة. العجينة اللي تفضل لكم من الصامصة من الأحسن ما تقعدوش تعجنوا فيها، لمدوها ورجعوها مع واحدة جديدة ومن بعد خدموها. يعني العجينة القديمة لهنا خذيت بياض البيض وغلقت به. العجينة القديمة اللي نحيناها نزيدوها العجينة جديدة وما تعجنوش، على جال لو كان تعجنوها وتعودوا تلمدوها لازم تعود ترتاح أكثر من المرة الأولى، وإذا خدمتوها مش حتتنبل لكم. هذه هي. نغرق مليح في الأطراف بهذا الشكل ونغرقه ببياض البيض. نروحوا للقلي. القلي الزيت لازم تكون غزيرة بهذا الشكل باش تتنبلنا الحبة. ناخذوها هكا ونستناو حتى تطفو، حتى تطلع باش نبداو نرمو عليها الزيت. اذا ما طلعتش ما نبداوش نرمو عليها الزيت. شوفوا انا راني نستنى فيها حتى تطلع. شوفوا كي بدات تتنفخ، من بعد نبدا نرمي عليها الزيت. اذا رميتو عليها الزيت وهي مازال ما تنفختش مش راح تتنفخ لكم. شوفوا كيفاش راهي تتنبل. تنفخت ما شاء الله. الصامصة يعني تقدروا تخلوها حتى تبرد باش تعسلوها عادي. مهم واحد فيهم يكون سخون وواحد يكون دافي. لهنا ضفت لكم الثانية هكا باش تشوفوا. ها نخليها حتى تبدا تطلع وحدها، من بعد نبدا نرمي عليها الزيت بهذا الشكل. نورمالمون اي تبان كيفاش راهي تتنفخ. هذه الوصفة جزائرية تقليدية محبوبة. لهنا راني جبت لكم حبيبات. شوفوا كيفاش تنبلت ما شاء الله. هذه بعد قلي يعني كانوا الاخرين اللي بقاو لي كنت نقلي فيهم. شوفوا ما شاء الله تلمو تتنفخ، كان ما تغلقيش مليح تتفتح. لهنايا عسلتها، خليتها حتى بردت وعسلتها. التحمار على حسب نتوما واش تحبوا، انا نحبهم حموره هكا. من بعد شبحتها بالبيستاش. هذه هي. لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتظروا الفيديو المقبل لأنه عنده علاقة بالصمصة. ورمضان كريم ينعاد علينا بالخير والهنا إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو جديد.